ايه ده؟ ورقه باردي بتقول ان الفراعنه كان عندهم حشو عصب؟ تخيل. احنا عباقره من زمان. ايه ده؟ ورقه باردي. من آلاف السنين الفراعنة كانوا بيستخدموا تقنيات مذهلة في طب الأسنان، وكان عندهم دلائل إن هم بيحاولوا يحافظوا على أسنانهم باستخدام مواد زي العسل والشمع. لا وكمان كانوا بيستخدموا مواد بدائية في حشو الأسنان المتضررة. لكن دلوقتي إحنا أحفاد الفراعنة في عيادة الشامي هنوريك إزاي بنعمل حشو العصب باستخدام أحدث التقنيات علشان نضمن لحضرتك أفضل النتائج. بص يا سيدي، إحنا في الأول بنخش نشيل التسوس ونسحب العصب التالف. بعد كده بنقيس اطوال قنوات العصب بجهاز الايبكس لوكيتور بتاعنا، ثم نخش ننظف قنوات العصب باستخدام جهاز الروتري. وفي الاخر قبل ما نقفل حشو العصب بنتاكد بالاشعه الديجيتال بتاعتنا ان حشو العصب مالي القناه كلها، مفيش اي مكان لتسريب لاي بكتيريا او تلوث، علشان نضمن لحضرتك في الاخر ان مش هيكون في اي الم او مشاكل قدام. المهم انك تتاكد ان حشو العصب في عياده الشامي عندنا مش مجرد هيشيل لحضرتك الم الضرس، لا هيرجع ابتسامه مثاليه صحيه لحضرتك. استنى بقى نشوف الفراعنه كان عندهم زراعه زمان قبل كده ولا لا.